السلام عليكم على اغلى اخوات ومتابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض صينيه السعاده. قبل ما نبدا اي كلام، شكرا ليكم وعلى تعليقاتكم الجميله وكومنتاتكم اللي بتفرحني وبتشجعني اني اشتغل واعمل فيديوهات كتير. فعلا والله الكلام الطيب بيفرق جدا وبيدي دفعه للامام. الف شكر ليكم يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض صينيه السعاده، صينيه الفرحه، صينيه اللمه، صينيه العيله الجميله بمكونات بسيطه جدا وسهله وسريعه. احنا كده نفسنا نروح حضرموت شيخ المندي، قلت كده اعمله لهم بطريقه مبسطه، والحاجات المتوفره معايا هعمله بس بطريقه حلوه وسهله وبسيطه جدا. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الصينيه كده شكلها يفرح، مكوناتها بسيطه بس التقديم بتاعها ما شاء الله قمر زي ما انتم شايفين. وكمان طريقه التحضير سهله جدا، بأقل المكونات بأي تكاليف عندك ممكن تعملي صينيه تلمي بيها اولادك وتفرحيهم بيهم. ومفيش احلى واسهل من كده. صينيه سهله وبسيطه ومكوناتها مش مكلفه قوي، شكلها حلو جدا في التقديم زي كده، حاجه تفرح القلب والعين ما شاء الله تبارك الرحمن. مكوناتها سهله وطريقه تحضيرها بسيطه جدا، في اقل من ساعه هتكون محضراها بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نسمي الرحمن ونصلي على حضره النبي ونشوف مكونات صينيه السعاده بتاعتنا ايه. دلوقتي يا حبايبي انا معايا 4 فرد حمام، يعني جزئين من الحمام، ومعايا فرخه بلدي كده زي ما انتم شايفين. دي المكونات اللي عندي، وهنحط كده شويه تاتشات وافتكاسات كده في النص حلوه ولذيذه جدا. غسلتهم كويس ونقعتهم، دي حاجات من خير البيت، اللهم بارك يا رب، وسع علينا وعلى كل اللي حوالينا يا رب، وكل اللي يصلي على النبي. اول حاجه كده حبايبي غسلتهم ونقعتهم، وهجيب الرز اللي احنا هنحشي بيه الحمام والفراخ بتاعنا، هنعمله بطريقه مبسطه جدا. انا عندي كده حبايبي كيلو الا ربع من الرز، هغسله وانقيه كويس، ده رز مصري بلدي عادي خالص. هغسله كويس جدا وهصفيه في المصفى تقريبا ينشف كده، يعني سيبيه كده من 10 لربع ساعة كده هيكون حلو جدا. 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، المهم ينشف معاكي ما يكونش فيه مية، وهقولك دلوقتي ليه. جبت الصينيه بتاعتي كده وسميت الرحمن، وشغلنا البوتاجاز، حطيت كده معلقه من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، وبعد كده هبدا انزل بكميه الرز. ده احلى رز للحشو، هنعمله بطريقه مبسطه واللون هيكون مميز معاكي جدا في الحشوه ومش هيغير ابدا لونه. هبدا كده احط الرز على 3 مرات، كل ما يبدا ينشف معايا ابدا احط الكميه التانية، مش هحط كله مع بعضه علشان الرز لما تحطيه كله مع بعضه هيكون معاكي تقيل في التقليب وهيتعبك جدا، ومش هتوصلي للدرجة اللي انتي عايزاها. احنا عاوزين نوصل للون رز مميز. لو ملاحظين الاول كده بدأ يصفر معايا او بدأ ياخد لون او ينشف، بمعنى الاصح ما يكونش فيه مية خالص، وبعد كده ننزل بالربع التاني من الكمية. احنا قسمناه كده حبايبي على 3 مرات، وبعد كده افضل اقلب كده. وما ننساش دايما احنا وبنقلب نسمي ونصلي دايما على الرسول عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. بصوا كده يا حبايبي، هنزل بقى باقي بكميه الرز كلها، انا قلت لكم نزلتهم على 3 مرات. وبعد كده هبدا كده اقلب كده على طول على طول في الرز. النار عندي متوسطه، ما تعليش النار علشان الرز ما يتشعوطش معاكي. انا حطيت سمنه وزيت، ممكن تحطي زيت بس، ممكن تحطي سمنه بس، بس السمنه والزيت هيخلي الرز يحمر معاكي بسرعه، وكمان ياخد اللون المميز، وفي نفس الوقت ما يتحرقش معاكي في التقليب، علشان الصراحه الرز ده بياخد وقت في التقليب شويه لغايه لما ياخد اللون المناسب. هفضل اقلب فيه شويه حلوين كده معايا في اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه كده، تقريبا بقى شكله زي السمسم، حبه وحبه زي ما انتوا شايفين، يعني ما بقاش رز خالص، بقى سمسم بالشكل ده. شايفين ما شاء الله لونه حلو جدا، والرز ده من الرز الخفيف الحلو اللي سهل في الهضم كده، ممكن تاكلي كيلو و2 كيلو من الرز لو عيله ما شاء الله، مش هيفرق معاكم ابدا عشان خفيف جدا. اول ما الرز وصل للمرحله دي، انا كان عندي القوانص بتاعه الحمام، بس مش عارفه الكبد راحت فين، انا لقيت قوانص بس في الحمام ما شاء الله، اديتها صدمه كده. وبعد كده هبدا اقلبها في الرز، هي مش هتاخد معايا سوا خالص، والرز كمان مش هياخد معايا سوا، هديله تقلبتين 3 لغايه بس ما القوانص كده تبدا تتشوح معايا. وهنبدا نتبلها بتتبيله بسيطه جدا، بس اهم حاجه كده حاطه جنبيه حاجه تغلي فيها ميه سخنه مغليه كده، علشان الرز ده مش هياخد حرفيا 5 دقايق وهيكون مستوي معاكي، مش هياخد معاكي وقت خالص خالص. هو اتحمر كده ما شاء الله وخد اللون القمر، شايفين اللون حلو ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن. من احلى الوصفات للحشوات، يعني حلو جدا، طعمه مميز وكمان لونه مميز جدا في التقديم زي ما انتم شايفين. هقلب كده كام تقليبه حلوه، وبعد كده هنبدا نضيف على طول عليه الميه السخنه المغليه. هنزل عليه على طول بالميه السخنه،
واهم حاجه الميه تغطي الرز بس، وكمان اقل من تغطيه، علشان احنا الرز ده مش هياخد ميه كتير، وكمان مش هياخد وقت في التسويه خالص. بصوا شايفين يا دوبك الميه مغطياه وظاهر كده، مش كتير خالص. والقوانص بتاعتنا كانت اتشوحت كويس جدا. هنبدا نتبلها بتوابل بسيطه ومتوفره في كل بيت، حبه ملح، حبه شطه، حبه فلفل اسود. يفضل انك ما تحطيش بابريكا عشان ما تغيريش اللون، بس كده حلو جدا. حابه تحطي جوز الطيب تمام، مش حابه لا خلاص، ده حلو جدا جدا. في ناس كتير تقول لي مش عامله ليه ببصل، والله طعمه مميز واحلى من البصل 100 مره. ولو حابه تحطي بصل حطيها كده مع القوانص، يعني في مرحله القوانص هتديها تشويحتين، برضه هيكون طعمه مميز. شايفين كده في اقل من ثانيه كده كان شرب الميه اللي فيه، ومش هيقعد على البوتاجاز 5 دقايق ويطلع بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، اللون الذهبي الحلو البسيط. بس للاسف هنا كان النور قاطع، وكنت شغاله بس بالكشاف بتاع التليفون، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وبعد كده يا حبايبي هنجيب الحمام بتاعنا البلدي القمر كده، بصوا ما شاء الله كنا منضفينه كويس جدا طبعا يا حبايبي. بس للاسف كان في قطع في الرقبه كده زي ما انتم شايفين، عشان ده الحمام ده صغير، مش محتاج يعني ان احنا نشد فيه قوي. ويفضل كده لو حد هيذبح لك الحمام او هتجيبيه مذبوح، تقولي لي هات الحمام كده مخلي من العظم، الجلد مخلي من العظم. الخطوه دي هتكون حلوه جدا معاكي في الحشوه، وتاخد معاكي كميه رز كبيره. لكن لو الحمام جالك مذبوح بالشكل ده، الجلد هيبقى لازق في اللحم، لو حاولتي تخلي الجلد عن اللحم، الجلد هتقطع معاكي ومش هيستحمل معاكي ابدا. بس قدر الله ما شاء فعل، وهيطلع احلى حمام ان شاء الله. هنخلي مع بعض ان شاء الله المره الجايه الحمام بطريقه حلوه جدا. حشيت الحمام زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبدا اكتف رجليه، والقطع كده هبدا اقفله كويس جدا بخله السنان او الخل الخشبيه، هيكون جميل ومش هيتفتح معاكي خالص خالص لغايه ما تسويه. بصوا كده يا حبايبي، جيت عند الرقبه كده، وهبدا كده اخد خله السنان زي الابره كده كأني بخيطها بالشكل ده، مش هيتخلع معاكي ابدا. شايفين الحمامه هي شكلها صغير، بس لما تستوي هتكون قمر كده ما شاء الله. هخلص كله بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، وكمان هحشي الفرخه البلدي اللي معايا، وهتكون سهله وبسيطه جدا. للاسف الكشاف فصل مني والنور فصل مني، انا وكده وبعبي الحمام او بحشي الحمام كده، وحشيت الديك كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ما شاء الله تبارك الرحمن. مفيش احلى واسهل من كده. هنسوي الحمام وهنسوي الفرخه البلدي دي ازاي؟ بطريقه بسيطه وسهله جدا. بصوا ما شاء الله الحمام شكله حلو ازاي ما شاء الله، يعني 4 فرد حمام او جزء من الحمام زي ما انتوا شايفين، حجمهم حلو، ولا هم كبار قوي ولا هم صغيرين قوي، وطريقه الحشوه بتاعتهم سهله وبسيطه جدا. احنا النهارده هنسوي الحمام والفراخ في حله الضغط بطريقه سهله ومبسطه، ومش هتاخد معاك 10 دقايق. لو مستعجله في حله الضغط دي انجاز. احط في الاول الفرخه البلدي واغطي عليها، وبعد 10 دقايق بالظبط احط لها بصله واحط لها تومه، ولو فيها ريمه كده ولا حاجه اشيلها. بس ما شاء الله الفرخه كانت زي الفل زي ما انتوا شايفين الشوربه بتاعتها دسمه ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد كده احط الحمام بقى معاها، والحمام بالظبط على الساعه في حله الضغط 5 دقايق مش اكتر، عشان الحمام مش بياخد سوى ابدا. 5 دقايق كده الديك بالظبط او الفرخه اللي معايا البلدي خدت 10 دقايق، والحمام خد 5 دقايق. والله حرفيا كان مستوي وما شاء الله تبارك الرحمن عليه زي ما انتوا شايفين. هغطيه كويس في حله الضغط واسيبه 5 دقايق بس، ما تكتريش على الساعه او اظبطي له المنبه علشان ما يتهريش معاكي. وشايفين ما شاء الله كان قمر، وريحه الشوربه خطيره. حاجه بسيطه كده ما غيرناش طعمها ابدا. حطيت الملح ومش هغطي عليه تاني، انا واقفه كده على البوتاجاز يغلي غلوتين، واحط كده حبه شطه وحبه فلفل اسود عشان نحل الشوربه، واغي هيغلي غلوتين 3 انا واقفه كده، مش هغطي عليه طبعا عشان الحمام ما يتهريش معايا. وبعد كده هنصفيه مع بعض، وهنقول لك هنعمل بيه ايه القمر ده. بس هسند الغطا كده سناده كده من فوق، مش هعمل له اي حاجه خالص ولا اغطيه علشان ما يتهريش معايا. هنا بقى الحمام طلعته وصفيته كويس. جبت كده حبايبي كوبايه من الزيت ومعلقه حلوه من الملح علشان تديك احلى لون الحمام. انا هنا حبايبي كنت عامله ممبار، محمره ممبار، حمرت الممبار في الاول، وبعد كده هنحمر الحمام مع بعض. حطيت الحمام كده وكل شويه اقلب فيه علشان ياخد اللون الحلو. لو حابه تحط الحمام كده في الفرن برضه ياخد معاك اللون الممتاز.
بصوا القمر، بصوا شايفين حلو ازاي واللون حلو جدا. كان هنا جاهز على التقديم ما شاء الله، هو وسخن كده. فرشت بقى الرز كده في الصينيه، وكده ستفت الحمام وستفت الفرخه بتاعتي البلدي وحبه كزبره خضرة كده. وكانت حاجه في منتهى الجمال، بسيطه وسهله وسريعه، حاجه بسيطه كده بس قدمناها بشكل مختلف وعملناها بطريقه مبسطه وسهله جدا. مفيش اسهل من كده. يعني الحمام والفرخه البلدي، وكمان عملنا جنبيهم حبه ممبار. الممبار ده انا كنت عاملاه في الفيديو اللي قبل كده بتفاصيل برضو سهله وبسيطه مشجعه كده. هتجربي الممبار بالطريقه دي اتحداكي هتعشقيه. ممبار غير اي ممبار جربتيه، حشوه مختلفه وتكات مختلفه جدا، وكمان طريقه تحضير بسيطه جدا ما شاء الله. شايفين القمر، شايفين الفرخه كده مستويه ازاي، الحمام لونه مميز ازاي، مفيش اسهل ولا احلى من كده. بصوا كده ما شاء الله. كنت كمان الممبار كده يا سيدي يا سيدي على الجمال، حاجه بسيطه مش مكلفه. يعني تقريبا كلنا بنحب الحمام ومفيش اختلاف ابدا عن الممبار والفراخ البلدي وطعمها المميز والحلو جدا. مفيش اسهل من كده. انا كنت هقدمهم بالطريقه دي، وبعد كده قلت لا، لازم العين تفرح لما تشوف الاكل الحلو ده. يعني تكه بسيطه هتفرق جدا في التقديم. حبيت كده استف كده الممبار حوالين الحمام والديك، وكده كأننا رحنا حضرموت شيخ المندي بطريقة مبسطة. ولا دفعنا 10,000 ولا دفعنا 5,000، وكنا واكلين أكلة بسيطة وحلوة في بيتك، مجهزة بطريقة مبسطة، وكمان طريقة تحضيرها سهلة. والله أقل من ساعة كنا مجهزين الأكل الحلو ده. اعملي جنبيهم لو حبة ملوخية خضرة كده، او حبة بامية خضرة يا سيدي على الجمال. انا كنت عاملة جنبيهم بامية حمرة، ودي حلوة وممتازة جدا. استنوها الفيديو اللي جاي، مفيش احلى ولا اسهل من كده. حبيت كده اوزع الممبار كده على الفراخ وعلى الحمام، وكانت قمر قمر قمر. كل اللي يشوفها يقول ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو عشان تشجعوني يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. اعملي وتشجعي حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو عندك كبده وكفته ممكن تعمليهم في صينيه بشكل حلو جدا في التقديم. حاجه بسيطه تفرق جدا مع اولادك مع اهل بيتك. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم والفكره تكون عجبتكم وتجربوها، وهتطلع معاكم قمر. وتجربوا حشوه الحمام بالطريقه دي، والممبار هسيب لكم في اول تعليق مثبت الفيديو بتاعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم والفكره النهارده تكون عجبتكم. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضره النبي العدنان. سلام.